أهلا بيكم في شرحنا الجديد. النهاردة إحنا هنغوص في موضوع كده ممكن يبان غريب أو متناقض شوية. إزاي ممكن نلاقي راحة نفسية حقيقية من غير ما نموت نفسنا ونبذل مجهود خرافي عشان نفضل سعداء طول الوقت؟ الفكرة كلها إن السعي الدايم ورا المثالية وإننا نكون مبسوطين بالعافية ممكن جدا يكون هو أساس المشكلة اللي بنعاني منها. خلينا نشوف الفلسفة دي بتشتغل إزاي. في سؤال دايما بيطرح نفسه ومحتاجين نقف عنده. ليه الناس في العصر اللي احنا فيه ده حاسين بتعاسة أو بضغط أكتر رغم إن عندهم رفاهية مادية وحرية أكبر بكتير من أي جيل قبلنا؟ يعني رغم إننا عايشين وسط تكنولوجيا ووسائل راحة أجدادنا ما كانوش حتى يحلموا بيها، بنلاقي إن البشرية بتعاني من موجة ضخمة جدا من القلق وعدم الرضا. النقطة دي بالذات بتشينا نقف ونسأل نفسنا، هل طريقتنا في البحث عن السعادة هي اللي محتاجة تتغير من الأساس؟ خلينا نبدأ بالقسم الأول، وهو وهم الإيجابية السامة، وليه التفاؤل الدايم ممكن يكون متعب جداً. بصوا كده على المقارنة دي، لو ركزنا هنلاقي إن الإيجابية السامة بتجبر الواحد إنه يفرض مشاعر كويسة طول الوقت، وبيبقى فيه توقع دايم إن كل الناس لازم تكون استثنائية ومميزة جداً، وده طبعاً بيخلق ضغط نفسي رهيب. على الناحية التانية بقى عندنا تقبل الواقع. الواقع بيقول إن المرونة النفسية الحقيقية بتيجي من إننا نتقبل عيوبنا ونعترف إن الألم والسلبيات دي جزء لا يتجزأ من الحياة. الاستمرار في تصديق الخرافة بتاعت إن كل شخص لازم يكون مبهر حرفياً بيستنزف طاقتنا وبيبعدنا عن أي سلام نفسي حقيقي. وده بياخدنا للقسم التاني، وهو فن اللامبالاة الإيجابية. إزاي نختار الحاجات اللي بجد تستحق اهتمامنا؟ الفكرة دي بالذات الكاتب مارك مانسون وضحها بشكل عبقري في كتابه فن اللامبالاة. الكتاب ده نقدر نعتبره صفعة قوية كده، بس صفعة تفوقنا وتصحينا ضد كتب التنمية البشرية التقليدية اللي طول الوقت بتبيع أوهام الإيجابية المفرطة وبتوزع ميداليات ذهب على الناس لمجرد بس إنهم حضروا. الكتاب هنا بيقدم بديل واقعي وصادق جدا للتعامل مع ضغوط الحياة، وبيشجعنا إننا نتقبل النواقص بتاعتنا بدل ما نفضل نهرب منها. طب خلينا نقف لحظة عند الاقتباس ده للكاتب المعروف تشارلز بوكوفسكي. المكتوب على شاهد قبره هو جملة بسيطة ومباشرة لأقصى درجة: لا تحاول. الجملة دي على بساطتها بتلخص قصة حياة كاتب عانى كتير من الفقر والمشاكل، ولما في النهاية وصل للنجاح ما كتبش عن نفسه إنه شخص عظيم أو استثنائي. بالعكس، هو أثبت إن النجاح الحقيقي مستحيل يجي بإنكار الواقع أو التظاهر بحاجة مش موجودة. النجاح ببساطة بيتحقق لما نبطل نحاول نكون ناس غير نفسنا. والمثير للاهتمام فعلاً إن الفكرة دي مش وليدة العصر الحديث خالص. تخيلوا إن الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس من قرون طويلة قال: سنعيش حياة طيبة إذا استطعنا أن نتعلم أن نكون غير مبالين بما لا يحدث فرقة. الفلسفة دي كمان بتتقاطع بشكل جميل جداً مع كلام الشاعر محمود درويش لما وصف اللامبالاة بأنها فلسفة، وصفة من صفات الأمل. ده بيأكد لنا أن تجاهل التفاهات وأننا ما نديهاش حجم أكبر من حجمها يعتبر أداة فلسفية عميقة جداً عشان نقدر نوصل للراحة النفسية. ندخل بقى على القسم الثالث واللي هنسميه بصلة الوعي الذاتي. إزاي نكتشف اللي يهمنا بنفسنا؟ التشبيه بالبصلة هنا مقصود عشان الطبقات. الخطوة الأولى في بصلة الوعي الذاتي هي فهم المشاعر والانفعالات الأساسية، يعني نفهم إحنا إمتى بنحس بالسعادة أو الحزن. الخطوة التانية بقى هي إننا نسأل نفسنا، هي ليه المشاعر دي بتحصل أصلاً؟ إيه السبب الحقيقي وراها؟ أما الخطوة الثالثة والأعمق فهي اكتشاف قيمنا الشخصية والمقاييس اللي بنحكم بيها على نفسنا بالنجاح أو الفشل. الغوص في الطبقة الثالثة دي مش سهل خالص، ودايما بيكون صعب وممكن يخلي الواحد يدمع لأنه بيواجه حقائق قاسية عن نفسه. بس صدقوني، دي خطوة ضرورية جدا للنمو الحقيقي. ومن هنا بنوصل للقسم الرابع، اختيار المعاناة الجيدة، لأن الألم كده كده جزء من الحياة. النقطة دي بتوضح بشكل ممتاز جدا لو بصينا على أمثلة من التاريخ. عندنا مثلا قصة الأمير الغني اللي ساب قصره المرفه والمريح عشان يكتشف بنفسه إن المعاناة دي موجودة في كل مكان، وقصة الملازم الياباني هيرو أونودا اللي فضل يحارب في الغابة 30 سنة عشان قضية خسرانة من غير ما يعرف أصلا إن الحرب خلصت، أو حتى قصة عازف الروك اللي عانى من مشاكل صعبة مع عائلته. كل القصص دي بتأكد لنا حاجة واحدة: المعاناة متوزعة على كل الطبقات الاجتماعية بلا أي استثناء. فالحل الوحيد قدامنا هو إن الواحد يلاقي صراع له معنى، صراع يستحق فعلا إنه يتعب عشانه. ودلوقتي معادنا مع القسم الخامس، قوة تحمل المسؤولية وإدراك إن الإنسان هو صانع قراراته. لو جينا نلخص الدروس الخمسة الأساسية اللي طلعنا بيها لحد دلوقتي هنلاقيهم كالآتي: أولاً، اللامبالاة الإيجابية عشان نقلل من التوتر. ثانياً، إعادة تقييم القيم بتوعتنا عشان نبني حياة ليها معنى على المدى الطويل. ثالثاً، تقبل الألم والفشل كطريق لزيادة مرونتنا النفسية.
رابعاً، رفض الإيجابية السامة عشان نقدر نفهم الواقع وناخد قرارات صحيحة. وأخيراً، تحمل المسؤولية الشخصية عشان نزود ثقتنا واستقلاليتنا. إحنا لما بنعيد تعريف قيمنا ونتقبل فكرة الفشل، بنقدر بجد نوصل للاستقلال العاطفي الحقيقي والمناعة النفسية. النقطة الجوهرية دي ممكن نشبهها جدا بلعبة الكوتشينة أو البوكر. في اللعبة دي مفيش أي حد بيختار الورق اللي بيتوزع عليه، دي مجرد ظروف وحظوظ في الحياة، بس كل واحد فينا مسؤول مسؤولية كاملة عن إزاي هيلعب بالورق اللي في إيده ده. الحرية الحقيقية بتبدأ لما الواحد يقرر إنه هيلعب بورق سيء بس بمسؤولية وذكاء، بدل ما يستسهل ويعيش في دور الضحية ويفضل يلوم الظروف أو الناس اللي حواليه. وده بيوصلنا للقسم السادس والأخير في شرحنا، الموت يخلق المعنى. إزاي النهاية هي اللي بتحدد أولوياتنا. خلينا نتأمل الجملة العميقة دي: ابحث عن الحقيقة بنفسك وسوف أراك هناك. الجملة دي قالها صديق للكاتب اسمه جوش قبل ما يتوفى في حادث مأساوي. القصة دي رغم حزنها بتسلط الضوء على فكرة في منتهى الأهمية. لما الواحد بيواجه حقيقة الموت بشكل مباشر ويتأكد إن النهاية جاية لا محالة، كل المخاوف السطحية بتاعت الفشل أو القلق الزايد من رأي المجتمع بتسقط تماماً وما بيبقالهاش أي وزن، وبيتبقى بس الحاجات اللي ليها قيمة وتأثير حقيقي في حياتنا. وعشان كده حابين نختم معاكم بالسؤال المهم ده واللي هيسيب أثر كبير في تفكيرنا. لما الواحد يبطل أخيراً يهتم بتوقعات المجتمعية التافهة ويواجه حقيقة النهاية، إيه هو الأثر الحقيقي أو الإرث اللي هيسيبه وراه؟ السؤال ده مش مجرد كلام، ده بيخلينا نعيد تقييم كل صراعاتنا اليومية ونفكر بجدية في البصمة الحقيقية اللي عايزين نبنيها. اختيار الحاجات اللي تستحق نهتم بيها وتجاهل الباقي هو ده الفن الحقيقي عشان نعيش حياة ليها معنى بجد.